السلام عليكم. زي ما شفنا الدنيا كانت غرقانة أخبار بالنسبة لدي سي، ورنر براذر ديسكفري وديفيد سازليف. بصراحة مش حارمنا من حاجة، كل يوم خبر أجمد من اللي قبله. والأخبار اللي هنتكلم عليها النهاردة فعلا أخبار جامدة جدا، زي إن جيمس جان هيكون رئيس العالم السينمائي، ثلاثية لباتمان بين أفليك، وظهور هنري كيفيل الأول بعد عودته لدور سوبرمان، ومشروع جرين لانتر الخاص بجون ستيروس. كل ده وأكتر هنتكلم عليه مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تتأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، ويا ريت لو تدعمنا بلايك عشان اللايك فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض عالم دي سي الجديد. طيب خلينا نبدأ بجرين لانتر. طبعا احنا عارفين ان المفروض كان في مسلسل على شبكة اتش بي او ماكس، واللي من خلاله كان المفروض ان هم هيقدموا شخصيات كتيرة ما عدا هال جوردن وجون ستيروس، ولكن الامور اتغيرت دلوقتي، والعمل ده هيكون خاص لشخصية جون ستيروس. ماشي، يعني على الأقل المسلسل متلغاش. طبعا احنا عارفين إن جون ستيروس يعتبر من أهم أعضاء الجاستس ليج، وأحيانا بيكون القائد بتاع الفرقة، والمفروض أصلا إن هو كان هيظهر في السنايدر كات. يعني خطوة زي دي كان المفروض إنها تحصل من زمان، وعلى الأقل هتقدم شخصية مهمة جدا للعالم السينمائي، بدل ما هيكون عمل منفصل يا إما ينجح يا إما ما ينجحش زي ما حصل في 2011. عامة أنا متحمس جدا للمسلسل، أتمنى إن هو يكون قريب من مستوى فيلم جرين لانتر بيوير ماي باور. تاني خبر معانا واللي اتكلمنا عليه كتير الفترة اللي فاتت، وهو عودة سوبرمان مرة تانية. طبعا مش هنعيد نفس الكلام تاني، بس الجميل في الموضوع إن هنري كيفيل أخيرا طلع واتكلم عن عودته للدور، وقد إيه هو متحمس للأعمال اللي جاية في الفيديو ده. I wanted to make it official that I am back as Superman. But I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. والأجمل بقى من كده هو فيديو زاك سنايدر، واللي قال فيه إن هو متحمس يرجع يشتغل مع هنري كيفن مرة تانية. I can't wait to work with you in the future, and you are, of course, the greatest Superman. انت متخيل العظمة؟ الموضوع مليان حماس لدرجة إن هنري كيفيل ساب مسلسل ذا ويتشر اللي كان شغال عليه لمدة موسمين، والدور راح لممثل تاني. طبعا الخبر ده يعتبر حزين لفانز المسلسل، إن أنا مش واحد منهم لأن لسه مشوفتوش، بس واضح إن هنري كيفيل بيتفرغ مرة تانية لدور سوبرمان. يعني كان في ناس بتقول إن هو رافض يرجع للدور، باين قوي إن الكلام ده كذب، وإن الراجل متحمس جدا لعودته، وإحنا كمان متحمسين جدا. فيعني ويلكم باك عم سوبرمان. Welcome back, Superman. تالت خبر معانا وهو الأهم بالنسبة لي، ولكنه للأسف مش رسمي قوي، وهو عقد بين أفليك الجديد مع الاستوديو والأعمال اللي هيظهر فيها. ومش بس كده، في كلام على ثلاثية أفلام لباتمان بين أفليك. أيوة، أفلام ليه لوحده جنب الكاميو اللي هيظهر فيهم. أنت متخيل إننا كنا بس عايزين نشوف فيلم من بطولة بين أفليك، ودلوقتي احتمال يتعمل له ثلاثية، اللي هو أهم شخصية جوه العالم السينمائي لسه ما تعملوش أفلام. عشان كده الواحد دايما بيطلع وبيقول إن بين أفليك هو أفضل باتمان، برغم إن هو مظهرش غير في أعمال جماعية وعمل القاعدة الجماهيرية الكبيرة دي. فما بالك بقى لما ياخد أفلام ليه هو لوحده، هتبقى عظمة. بين أفليك يعتبر أكتر باتمان مظلوم في التاريخ، وأخيرا المرة دي هياخد حقه. والأهم من كده إننا هنشوف منافسة ما بين اتنين باتمان في وقت واحد. لأ، هما تلاتة باتمان، احتمال يكون أربعة أو خمسة. يعني المهم إن بين أفليك هيتعمل له ثلاثية. وآخر خبر معانا وهو إن جيمس جان والراجل ده هيكونوا هما المسؤولين عن دي سي ستوديو،
والمسؤول عن الأعمال اللي جاية يعني مش عارف أفرح ولا أزعل على الخبر. يعني هما خلاص خدوا القرار ده عشان جيمس جان عمل فيلم ومسلسل ناجحين نوعا ما، فخلاص بقى هو المسؤول عن الأعمال اللي جاية. يعني أعتقد إن جيمس جان هو أكتر راجل محظوظ بالطفرة اللي حصلت لأعمال السوبر هيرو. الراجل راح عمل فيلمين لمارفل، لجارديانز اوف ذا جالاكسي، ورجع بعد كده عمل لدي سي فيلم ومسلسل، ولسه هيعمل جزء تالت في مارفل، وهيرجع يعمل أفلام في دي سي. ومش بس كده، ده هو اللي هيكون مسؤول عن العالم السينمائي. يعني أنا ما بحسدش، بس الراجل ما شاء الله منتشر جدا، وأنا مش عارف أكون متفائل أو متشائم بالخبر. يعني أنا ما حبيتش أعمال جيمس جان قوي، وفي نفس الوقت الراجل مقدم لناش كوارث زي مخرجة فيلم وندر وومن مثلا. ومن الناحية الإيجابية الراجل بيفهم في الكوميكس، لأ بس برضه جيف جونز بيفهم في الكوميكس وحمار في الأفلام أهو ما شاء الله. يعني لسه برضه مش عارف أدي انطباع عن الخبر ده، أصل هو مش فيلم، ده عالم كامل. الموضوع كبير جدا ومحتاج أكتر من فيديو عشان نقدر نحدد إذا كنا داخلين على عظمة ولا داخلين على ضحك. بس أنا عامة مش عارف أقول إيه بصراحة. الخبر زي ده خلينا ندعم الراجل ونشوف إيه اللي هيطلع منه الفترة اللي جاية. وبس كده، ده كان ملخص أخبار عالم دي سي الفترة اللي فاتت. شارك تحت رأيك في الكومنت لو أنت متحمس للفترة اللي جاية ولا لأ. وكالعادة لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف فيديوهات تانية، ياريت تتأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساناش بلايك قبل ما تقفل الحلقة. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام عليكم.